لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لاعبون يشاركون للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 ستراهم لآخر مرة. هل كنت تعلم أن كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سيلعبان للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر؟ العديد من نجوم كرة القدم يخوضون تجاربهم الأخيرة في المونديال، حيث ينوون الاعتزال والتنحي عن ملعب الساحرة المستديرة بعد البطولة. بالنسبة للعديد من الأسماء البارزة، فقد أكدوا أن هذه البطولة هي الأخيرة، في حين البعض الآخر لمح لاحتمال الاعتزال مثل ليونيل ميسي ولوكا ومودريتش. لا تزال أمام هؤلاء فرصة أخيرة للعب مرة أخرى في مونديال 2026، لكن الاحتمال قليل. منذ عام 2006 شارك كل من رونالدو وميسي في بطولات كأس العالم، وظهروا للمرة الخامسة في مونديال قطر 2022. على الرغم من كونهما من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، فيما يلي نسلط الضوء على أبرز النجوم الذين أكد بعضهم خبر اعتزاله بعد المونديال، والبعض الآخر أشار لذلك بدون تأكيد. نجوم كرة القدم الذين يلعبون لآخر مرة في كأس العالم 2022: ليونيل ميسي، الظهور الأول في المونديال عام 2006. كريستيانو رونالدو، الظهور الأول في المونديال عام 2006. نيمار، الظهور الأول في المونديال عام 2014. روبرتو ليفاندوفسكي، الظهور الأول في المونديال عام 2018. لويس سواريز، الظهور الأول في المونديال عام 2010. إدينسون كافاني، الظهور الأول في المونديال عام 2010. لوكا مودريتش، الظهور الأول في المونديال عام 2006. مانويل نوير، الظهور الأول في المونديال عام 2010. توماس مولر، الظهور الأول في المونديال عام 2010. داني ألفيس، الظهور الأول في المونديال عام 2010. تياغو سيلفا، الظهور الأول في المونديال عام 2010. أيدن هازارد، الظهور الأول في المونديال عام 2010. جوردي ألبا، الظهور الأول في المونديال عام 2014. هوغو لوريس، الظهور الأول في المونديال عام 2010. أوليفيه جيرو، الظهور الأول في المونديال عام 2014. سيرجيو بوسكيتس، الظهور الأول في المونديال عام 2010. إنجيل دي ماريا، الظهور الأول في المونديال عام 2010. بيبي، الظهور الأول في المونديال عام 2010. ماتسو هامس، الظهور الأول في المونديال عام 2014. ديغو جودين، الظهور الأول في المونديال عام 2010. مايا يوشيدا، الظهور الأول في المونديال عام 2014.